السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. كنرحب بكل المشتركين اللي انضموا للقناة جدد وكذلك الموجودون في القناة. ألف مرحبا بكم. اليوم غادي نشارك معكم الغدا ديالنا البسيط، يعني الدجاج هكا بالمرقة أو الدجاج هكا بالتغميرة مع الزيتون والفريت. نتمنى الطريقة ديالي تمتنا للإعجاب ديالكم وتطبقوها في المطابخ ديالكم. كتجي بنينة ما شاء الله وسهلة وبسيطة في التحضير. وبسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا عندي الدجاج اللي منقي ومغسول مزيان، يعني وتحيدت له ديك الجلده الصدر، والفخاد خليتهم هكا بالجلده ديالهم لان حتى ديك الجلده كتعطي البنه هكا في الطياب. درت الملحه على حسب، يعني القياس على حسب الذوق، ودرت معلقه صغيره ديال السكينجبير وكذلك معلقه ديال الكركم او الخرقوم، وغادي ندير نص معلقه هكا ديال الابزار، يعني عبرت غير بمعلقه هكا متوسطه صغيره كما كتلاحظوا في الفيديو. ودرت نص معلقه هكا بالتحميره او البابريكا او الفلفل الاحمر يعني حلو. وغادي ندير كذلك نصف ملعقه ديال العطريه ديال الدجاج اللي كتعطي لواحد البنه. درت هنايا 4 الفصوص ديال الثومه، ودرت 2 معالق كبارين القزبر والمعدنوس. وصافي غادي نضيف زيت الزيتون. انا كنطيب زيت الزيتون، الا بغيتو تضيفوا الزيت الطبخ العادي يعني لكم الاختيار. وصافي بعد ما يعني ضفت الزيت غادي نخلط هاد المكونات. غادي نضيف عليهم واحد نصف كاس ديال الماء كما كتلاحظوا باش نخلط داك الدجاج يتشرب ليا. يعني غير تنوضوا هكا في الصباح وتوجدوه غادي يشرب مزيان احسن. يعني ما ديروا ديك الساعه. انا الصراحه درتو ديك الساعه صافي طيبته. واخا هكا كيجي بنين ما شاء الله. نتمنى تجربوا هاد الطريقه هذه. وصافي غادي هكا نحطو في هاد العطريه مزيان باش يتشرب لينا هكا بهاد الطريقه هذه. وصافي نحاول نلبس كامل داك الدجاج وغادي نردو فوق النار هكا باش نشعل عليه العافيه ونخليه يتقلى غير بشويه هكا حتى يتشرب لينا داك الماء. عاد غادي نضيفو المرق كما كتشوفوا. حاولت كامل نلبسو بالعطريه. وصافي غادي نشعل عليه البوطه ونخليه على نار متوسطه هكا يتقلى شويه. نقلبو باش يتشرب لينا ديك العطريه كما كتشوفوا. كما كتشوفوا بعد ما تقلات من ديك الجهه غادي نحاولوا نقلبوها هكا باش تشرب لينا بالجهه الثانيه. انا درت هنايا الدجاجه كامله، يعني درتها كامله درت قسمتها على 4 ودرتها كامله. يمكن لكم ديروا هكا غير على حسب العدد الافراد ديال العائله ديالكم. صافي بعد ما نحسو كما كتلاحظوا شربات داك الماء بقى لينا غير داك الزيت. صافي غادي نديرو الماء سخون او الماء طايب باش نمرقو به. غادي نضيفو الان غادي نضيفو البصل. درت هنا 2 بصلات كبارين. صافي غادي نخليهم هكا من الفوق وغادي نضيفو المرق. صافي غادي ندير المرق الكافي فاش يطيب لينا الدجاج. يعني هكا درتو حتى يعني حد داك الدجاج وحد داك الماء، يعني ماشي الماء من فوق. الا كنتو غادي طيبوه في الكوكوط غادي ديروا غير شويه ديال الماء باش ما تبقاش لكم المرقه بزاف. انا درت هنا غير في هاد، يعني درت في هاد الطنجره عاديه فقط، لذلك درت الماء يجي يعني قد اللحم قد الماء. وصافي رديته باش يطبخ كما كتلاحظوا. ها هو
بما ان حنا انا وليداتي كيعجبهم الصراحه، كيعجبهم هكا يغمسوا في المرق. ما غاديش نخليه ينشف مزيان. الا كنتو يعني ما كتعجبكمش هكا المرقه، غادي تخليوه ينشف مزيان. كما كتلاحظوا ها هو الدجاج ديالنا طاب. انا كيعجب لي الدجاج يكون طايب ويكون فتي. كما كتلاحظوا المرقه ما شاء الله خاتره. وصافي غادي نطفي عليه. خليته زاد شويه وطفيت عليه. ها هو الدجاج ديالي واجد كما كتشوفوا. المرقه ما شاء الله. وداك الزيتون يعني غادي نزوق بالزيتون الاحمر. انا داك الزيتون سلقته بوحدو باش تحيد منه ديك الملحه، لان الا ضفتو مع المرق نتوما ضيفوه مع المرق بعد ما تسلقوه ضيفوه مع المرق. انا ولدي ما كياكلش الزيتون، ما كنضيفوش مع المرقه، كنطيبو بوحدو عاد كنضيفوه على الدجاج. وصافي غادي نحطو في طبق التقديم. كما كتشوفوا المرقه ما شاء الله. والاهم من ذلك انه جا بنين. نتمنى تجربوا هاد الطريقه هذه السهله والبسيطه دائما. كما عودتكم اخواتي مع السهل والبسيط. وصافي غادي نضيفوا عليه البطاطا من الفوق الفريت. نضيفوا كذلك داك الزيتون اللي طيبته بوحدو. وهو طبق ديال اليوم، الفيديو ديال اليوم. اخواتي نتمنى تجربوا طريقتي في الدجاج هكا بالمرقه مع الفريت، وينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبتكم الوصفه جربتوها وعجبتكم الوصفه شاركوها مع الاخوات والصديقات ديالكم. وما تنسوناش من الدعوه ديالكم اخواتي. والى فيديو قادم ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا عن مشاهده الفيديو، ودمتم في رعايه الله وحفظه. والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.